السلام عليكم. غادي دوز امتحان رخصة السياقة ديال الموتور وما كتفرقش ما بين هاد الثلاثة ديال العلامات، فراك ضيعتي على راسك على الأقل نقطة واحدة من معدل الامتحان باطل. هاد النقطة تقدر تكون السبب ديالك في السقوط في الامتحان. تابع معنا الشرح. هاد العلامة كتعلم جميع مستعملي الطريق على أن المرور ممنوع على جميع الدراجات الهوائية. هاد العلامة كتعلم جميع مستعملي الطريق بأن المرور ممنوع على جميع الدراجات بمحرك. العلامة الثالثة كتعلم جميع مستعملي الطريق على أن المرور ممنوع على جميع الدراجات النارية. مدونة السير 5205 وضحت لنا التعاريف ديال كل مركبة. دراجة أو دراجة هوائية هي كل مركبة ذات عجلتين أو 3 ديال العجلات وما كتوفرش على محرك، مثلا بيسكليتة. دراجة بمحرك هي كل مركبة ذات عجلتين أو 3 ديال العجلات عندها محرك ما كيتجاوزش السعة ديالو 50 سنتيمتر مكعب، ولا محرك كهربائي ما كتجاوزش القوة ديالو 4 كيلووات. دراجة نارية خفيفة هي كل مركبة ذات عجلتين أو 3 ديال العجلات محرك. هذا المحرك القوة ديالو كتراوح ما بين 50 سنتيمتر مكعب بلا ما كتفوت 125 سنتيمتر مكعب. دراجة نارية هي كل مركبة ذات عجلتين أو 3 ديال العجلات اللي كتجاوز القوة ديالها 125 سنتيمتر مكعب.